الناس بقت بتربط تشغيل القرآن في البيوت بالعزا. أول حاجة بيقولوها: خير في ايه دول مشغلين قرآن؟ القرآن فيه حلول كل حاجة في حياتنا، مش لازم تكون محسود أو مسحور علشان تشغله. أنا واحدة من الناس بشغله لأني بطمن، في إحساس الهدوء والسكينة والأمان. وساعتها بتفتكر الآية الجميلة اللي بتقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وقت ما بتسمع القرآن أو تقرأ الورد بتاعك وفي حاجة شغلاك ومهموم بيها، بتحس إن ربنا بينادي عليك، وبتسمع الآية وتحس بالونس والطبطبة وجبر الخاطر، وكأن ربنا بينادي عليك وبيحللك مشكلتك أو بيصبرك وينصحك. إحنا من غير علاقتنا بربنا بنتوه ونتشتت وبنضل الطريق اللي المفروض نمشي فيه، وسهل يضحك علينا ويتمكر بينا. لما تلقى نفسك تايه ومش عارف الطريق وبدأت تغلط وعلاقاتك تبوظ ونفسيتك تتدمر، راجع علاقتك بربنا، اتأمل وجوده في كل شيء، اتكلم مع نفسك وفكرها بفضل ربنا عليك لما كنت في مشكلة واتحلت، لما نجحت وتوفقت بسبب دعوة ليك أو من أهلك، أو دعوة في ظهر الغيب منك لحد أو ليك من حد. لما ربنا رزقك بأهل وأولاد وصحبة صالحة وحد تتسند عليه وقت أزمة، وأكلة نضيفة وبيت وشغل بتحبه أو مش بتحبه، بس ربنا جعله سبب رزق ليك والكل اللي حواليك اتفتح، وبكرة يرزقك بأبواب تانية كتير وأحسن. الرزق أبوابه كتير وأشكاله مختلفة، مش بس فلوس وأسرة وبيت وشغل. الكلمة الطيبة رزق، العلم رزق، راحة البال والستر رزق، إنك تكون مستغني ومش محتاج رزق، إنك تكون في حاجة غيرك رزق، وعقلك وطريقة تفكيرك وطاقتك رزق. في حاجات ممكن ما تاخدش بالك منها غيرك بيتمناها وممكن يحسدك عليها. الأهم إنك تكون صادق مع نفسك ورحيم بيها وتسعى إنك تكون أفضل. العلم والعمل عبادة مش انشغال عنها، زي ما في ناس كتيرة صورت لنا حاجات كتيرة غلط. احنا خلفاء ربنا في الأرض، وأول سورة في القرآن اقرأ، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ده مش درس دين، العلم لأهل العلم. أنا بحكي عن تجربة، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. عليه أفضل الصلاة والسلام. أي حد فينا يقدر يقول أي معلومة يعرفها يفيد بيها غيره، ممكن تكون سبب في تغيير بني آدم للأحسن، ممكن تلفت انتباهه لحاجة ما كانش يعرفها، ممكن كمان يكون أول مرة بيسمعها منك. فأي معلومة تعرفها حاول ما توقفهاش عندك،